ايه يا عم ما تتكلموا عنه. ايه؟ جبت جدول يا احمد؟ استنى اشرب والله. عندنا يا وقت يلا معاك. باشا خلي بالك على باب ثلاثة. النهارده احنا معديين من جنب الكافيه ده وهي شمت كده جديد وبتاع تعالي نلعب. قلت لها انا مش مشكله انت تعالي بس جايبه لي وقت لنفسها واحد اللي هو المهم قلت لها طب كلي حاجه عشان كانت مهبطه وكده قالت لي لا لا المهم ايه قلت لها طيب انت كده كده 150 متر كده كده بعد كده اصحابي اسمعي اولها عزمها كده قالت لي لا انا العزمها ده خلاص لما جينا في البيت والله كنت بتقول لي قالت لي لا معلش واحد على نفسي مش عارفه ايه مش عارفه ايه قلت لها بنتي ما تسنديني انا ما رضيتش بجيب لك نوت عشان انت يعني عملت رياضه وما رضيتش المهم رحت ايه بديها 150 جنيه كان المفروض عارفه النهارده كان طول ما انت بتصمم جنيه كنت عايزه اخدهم بس هم صممت خدت فالمهم خلاص اعتبرني عايزه تبدا لا ما دفعتيش من القهوه قالت لي كده كده دينا مش هتاخد بالها ومش عارفه ايه احنا خلاص خدت بالها خدت بالها ما خدتش بالها عشان كده انت خليتي تتكلمي فهمتي؟ ما فكرتش ان ماشي هل الحاجات التافهه زي ما في تقسم بالله شايفه الاكل العادي يا ماما فكرتني تعمل لحمه جايبه كنت دخلت في المطبخ لقيت بتعمل كده عامله كفته انا ما شفتش ايه اللي بيحصل يعني دماغي افتكرت ان هي عامله لحمه فلقيتها وشفت بره الطبق اللي هو في شكلها مطلعه كلمتين من الام بره دخلت انا في الكيتشن غير الزيت وقتهم تاني نشتيت قالت لي لحمه ايه؟ ايه الحمد انت كنت معايا دي كنت فاهمه غلط جيت اشيل الكفتين تاني احطهم في الزيت زي ما اسكت جيت احطهم تاني في الزيت
كانت شايله تقعدوا من تزنوا انا مش عايزه ازن شايله مني بايه بقى؟ حاجات دي اللي هي فاهمها غلط. الحاجات دي حصلت بعد موقف الكفته ده حصل بعد ده موقف حد يزعل امال ايه مني. اللي زعلت منك فيه؟ موقف البطاطس لما كانت عامله بطاطس قلت لها انت حاطه عليها شوربه لحمه. الفراخ قالت لي انا ما كنتش حاطه عليها والله شوربه فراخ. طب خلاص شوربة لحمة. انا ولا اتخانقت ولا زعقت ولا عملت اي حاجه. انا كل اللي قلته البطاطس دي عليها شوربه لحمه انا مش عارفه اكلها. شاركت خالص قلت لها يا ستي خلاص مش عايزاها يعني مش مستاهله اقولها. 3 توقع فوق 5 بنت ناس 5 دوق أستيك 5 كلها ملازم مراكبة محطوط كمانة علامة 5 5 بنت دوق أستيك 5 مدابيس صدرك 5 اطلع للودان ب5 3 توقع في فوق 5 بنت نشرب 5 واستك ودين ب5